البنات بغيتكم كاملين تنوضوا تجربوا معايا هاد الماسك هذا اللي خطير وكيقضي على الكلف، على اثار ديال الحبوب، على التصبغات، على البقع الداكنه، كيصغر لنا حتى المسامات الواسعه بالنسبه للبشره الدهنيه. ومع المداومه كيحيد لنا حتى الرؤوس السوداء، وبواحد المكون اللي موجود جميع البيوت. ما كايناش شي دار وما كيخطاهاش هاد المكون هذا. وصدقيني كيرد لك بشره غزاله وكينقي البشره ويخليها بحال المرايه كتضوي. هاد الماسك اللي خطير يا البنات، انا براسي تبهت في راسي. المهم باش ما نطولش عليكم، الا كنتي اول مره غتشوفي القناه ديالي تنقولك مرحبا بكم الف مرحبا. ما تنساش تشاركي عندي في القناه اذا عجبك المحتوى طبعا، وتلايكي لي الفيديو باش يوصل اكبر عدد باش حتى هما يستافدوا من هاد الماسك هذا. خليكم مع مكونات ديال الوصفه. ودابا نسلم عليكم، ضروري اني نقول لكم سلام بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ المهم ما نطولش عليكم لا فيديو، غادي ندوزو لاول مكون. واول مكون اللي هو يا نشا الذره ولا المايزينا اللي معروفه بالتبييض، غادي نديرو معلقه مع مرش كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. وثاني مكون اللي غادي ندرج معكم هو حليب بودره ولا حليب مجفف ولا حليب نيدو، اللي معروف كيعطي نضاره للبشره، كيعطي واحد الترطيب، كيعطي واحد البياض. يعني ديما كنضيفوه في الوصفات ديالنا ولا في الماسكات ديالنا ولا التبريدات ديالنا. خطير خطير خطير. وضيف الحلقه ولا المكون اللي خطير اللي كنهضر عليه اللي عنده بزاف ديال المنافع بالنسبه للبشره ديالنا، اللي هو يا الشاي الاخضر ولا حبوب ديال الشاي ديال اتاي اللي كنستعملو. كنطحنوهم وكنستعملوهم هكا بالنسبه للماسك ديالنا. نتمنى يكون واضح لكم في لا فيديو. واللي بغات تستعمل حتى هذا ديال ليبطون، يعني حتى هاد الخنيشات هادو ولا هاد الساشيات هادو، ممكن انهم تستعملهم حتى هما يعني زوينين. واللي بغات تستعمل الشاي ممكن انك تستعملي الشاي. انا اضطريت اني نستعمل معكم الشاي باش اللي عندها الشاي باش ماشي نحط لكم الساشي وتقولوا لا خاصنا الساشي باش نطبقوا الوصفه. والمسند الرسمي ديالنا هو الياغورت الطبيعي اللي نخلطوا به المكونات. واللي ما كيجيش معاه الياغورت طبيعي كيدير الحساسيه، كاين اللي كيدير الحكا، كاين اللي كيجي حميرار منه. المهم ما كيجيش معاه، ممكن انك تعوضيه بالماء ديال البطاطا ولا ماء ورد ولا عيب الماء معدني عادي. هنا غادي نضيف معاه قطرات ديال ماء ورد باش هكا كنخفف يعني لو ماسك ديالنا باش ما يجيناش ثقيل. نزيد بعض القطرات تقريبا معلقه صغيره ديال الماء ورد، ويكون مقطر. البنات حاولوا انكم تاخذوا ماء مقطر من بلاصه اللي موثوقه ومعروفه، وما تاخذوش هذوك اللي عاديين. وغادي نخلطوا المكونات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو حتى يتجانسوا لنا العناصر. ومن بعد غادي نطبقوا على الوجه ديالنا ولا الرقبه ديالنا، ديما ما ننساوهاش، ونخليوه حتى ينشف لو ماسك ديالنا. كيف ما كتشوفوا لا تيكستور ديالو البنات ما ثقيله ما خفيفه كيف ما تنقول لكم، باش ما يسيحش معكم لو ماسك ويهبط لكم هكا على حوايجكم. يعني كيكون هكا باش كيجيكم فاش تبغيو تابليكيو، يعني كيجيوك ساهل في لابليكاسيون ديالها على لابو ديال على البشره ديالكم. وبالنسبه للحبوب الشاي الاخضر ولا الشاي اللي كيحتوي على الحمض تونيك اللي كيخفف لنا الحب الشباب بالنسبه للناس اللي عندهم بشرات دهنيه، كيضيق لنا حتى المسامات الواسعه وكيحيد لنا حتى الهالات السوداء. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو بالنسبه للهالات السوداء كيفاش تعالجوا حتى هو بالحبوب ديال الشاي، اللي رائع بزاف بالنسبه للناس اللي كيعانيو من ديك الكحوليه اللي كتكون عندهم في البشره في تحت العين ديالهم. غزال يا البنات صدقوني النتيجه ديالو طوب دي طوب. المهم غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وكيف من بعد ما خلطنا الماسك ديالنا غادي نوضع انا على اليدين ديالي كيف ما تعودتوا معايا ديما في لا فيديو، وانتم غادي تطبقوا على الوجه ديالكم وعلى الرقبه ديالكم. ما نساواش البنات، ضروري اننا نطبقوا الوجه والرقبه هكا باش كيكون واحد التوحيد، يعني ما كاينش فرق ما بين البشره والعنق ديالنا. نتمنى يكون واضح لكم هنا في الصوره. انا طبقت على اليدين ديالي وديك الحبيبات بقاو البنات باينين، هذوك هما اللي غادي من نبغيو نزولوا الماسك ديالنا كيف ما تنقول لكم. والمده باش نخليو الماسك ديالنا كيف ما تنقول لكم في فيديوهات بالنسبه للبشره العاديه والدهنيه خليوها 20 دقيقه، بالنسبه للبشره الحساسه 15 دقيقه راه كافيه بالنسبه للماسك. وضروري اننا نرطبوا البشره ديالنا. انا كنرطبوا بهاد لا كريم هذا خديته من اوريفلام، يعني واحد المرطب وغني بواحد الكوكتيل ديال الفيتامينات غزاليه البنات. ولا تكستور ديالو نحل معكم هنايا الحك ديالها كيف ما كتشوفوا ثقيله البنات زوين، عرفتي كيخلي واحد لايكلا واحد الترطيب عاليه البنات بالنسبه لهاد الوقيته ديال البرد وديال الخريف. يعني الله يرحمنا بالشتا ان شاء الله.
يعني راه كيخلي واحد الترطيب اللي غزال وكيدوم 24 ساعه ترطيب. واول مره كنشوف لا كريم بهاد لي كوكتيل ديال لي فيتامين او و سي و بي 3 و بي 5 و بي 6، يعني هادو كاملين هادو بخمسه بيهم فهاد لا كريم هذا. صدقيني زوينه البنات، لا لقيتو غير خذوه غزال بالترطيب. انايا من بعد ملي كندير اي ماسك هذا هو المرطب يعني اللي كنرطب بيه البشره ديالي. ونتمنى يعجبكم هاد لو ماسك هذا وتجربوه ان شاء الله وتردوا عليا في التعاليق كي جاكم هاد لو ماسك هذا. وشكرا على التعاليق ديالكم محفزه، وشكرا على اللايكات ديالكم. صراحه البنات المتتبعات ديالي كنشكركم كامل الشكر على التحفيز ديالكم باش نواصل معكم يعني الوصفات ديالي. وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله وصفه جديده، واحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. يلا والله ما سخيت نقطع معكم لا فيديو، ولكن فيديو جاي ما تنسوناش من لايكات.